أول ما كان يبين من شيء، لا عيون ولا وجه ولا خشم ولا شيء، زي كذا. بعدين جابوا فكرة إيش؟ النقاب، وجدل كبير طويل وعريض، حرام مو حرام، كيف تشوف ما تشوف، مسكينة عيونها تبغى تشوف، ليش كذا، قصة طويلة عريضة. ومشت الأمور على كذا فترة طويلة. بعدين فكرة الخشم الخشم، تدري ليش الخشم؟ يا شيخ حرام عليك، انكتمت المسكينة، تبغى تشم هوا طيب، كيف كذا تعيش كذا تمشي في الشارع بدون خشم؟ طلعوا خشمها. بعدين دخلوا لنا في فمها، كيف يا أخي تتكلم ويقعد البخار يطلع على الغطاء في وجهها وما يعفن، ما أدري إيش يسوي. وبعدين ترى كشف الوجه فيه جدل وفيه اختلف المذاهب، جدل طويل عريض، وقعدنا فترة على هذا الحال. ثم قالوا خلاص يا أخي كشف الوجه فيه خلاف، ما له داعي، خلى الوجه مكشوف يا ولد، عيش حياتنا ونشم هوا وخشمي برا وفيها خلاف، وطور الموضوع طبعا. وجاء بعض المشايخ الحديثين جازوا الكشف الوجه. الموضوع ما وقف عند هذا الحد، ليتها كشف الوجه. بعد كشف الوجه وخر الشيلة شوي طبعا أنا ما عندي شعر، عشان القذلة تبين من هنا، طلع القذلة شوي شوي يا ولد، القذلة طالعة يا ولد، خلى الشعر يشم، ترى كتمة الشعر تسبب تساقط وهذا من الكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبب تساقط والشعر يتشابك مع بعضه، ما يصير يا شيخ، شيل يا عمي بلا شيل بلا خرابيط. وبدت الدجة، وترى الوضع مستمر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله يسترنا ويستر عوراتنا يا رب. نسأل الله العافية، نسأل الله يسترنا ويستر عورات المسلمين. الحين في عبايات اشي مزركش، اشي محزق، اشي قصير، واللي ما كشفت النقاب لبست لها كمام، قالت ترى كمام يقوم مقام النقاب. وشوي شوي ترى والله حتى يسبب كتم، خلنا نشيله يا شيخ، خلنا نعيش مع الناس كلهم زي كذا يا اخي. هاي لا متى نقعد احنا متخلفين؟ صار الحجاب والغطاء تخلف، نسأل الله العافية.